ازاي ترسم كوميكس من الصفر بشكل احترافي؟ كل فترة بيطلب مني برسم كوميكس، وفكرت المرة دي بقى الموضوع مختلف شوية. واخدكم معايا في جولة وانا برسم من البداية خالص لغاية النهاية، وايه المراحل اللي بمر بيها، وايه الخطوات، وايه الحاجات المهمة اللي المفروض بناخد بالنا منها واحنا بنرسم الكوميكس. البداية دايما بتبدأ من النص أو القصة المكتوبة. في حاجات مبدئية محتاجين نعرفها عن النص اللي بيجي لنا مكتوب، مهم يجي لي مكتوب في القصة. طبعا العنوان بتاعها. تاني حاجة اسم الكاتب. تالت حاجة اسم الرسام. كمان السكريبت المفروض بيبقى جاي متقسم لجزئين رئيسيين، هو السيناريو والحوار. وكمان المفروض بيتكتب في السكريبت الشخصيات، مين بيقول ايه وبيقولها ازاي وبيقولها لمين. الشخصية الفلانية بتقول كذا، الشخصية التانية بتقول كذا. حاليا دلوقتي انا شغال على قصة عن تنابلة الصبيان، وهعرفكم عليهم اكتر خلال الفيديو. القصة كتابة الدكتورة شهيرة خليل. هي حاليا رئيس تحرير مجلة سمير، وهي واحدة من رواد الكتابة الصحفية في أدب الطفل. وهي أنا بعتبر نفسي محظوظ جدا إن أنا بتعاون معاها في رسم مغامرات التنابلة. خلينا نقول أهم حاجة وأول حاجة أنا محتاج أخد بالي منها وأنا برسم. قبل ما أعمل أي شيء أنا محتاج رقم واحد أهتم بالمقاسات بتاعة الملف الفايل اللي أنا شغال عليه. لو شغال ديجيتال أنا محتاج إن أنا أعرف الشغل ده هيطبع في كتاب، في مجلة، هيطبع في بوستر، هيطبع أيا كان. محتاج أعرف المقاسات المظبوطة من الديزاينر أو من الكلاينت علشان أقدر أرسم الشغل بتاعي في مقاسه المظبوط، سواء A4 A3 أكتر أقل. وأعرف المقاسات مظبوط. لو حاجة مطبوعة بقيس المقاسات بتبقى بالسنتي أو بالملي. لو في حاجة على الويب هحطها على الإنترنت، هحطها على السوشيال ميديا، فدي بتتقاس بالبيكسل. فاخد بالي جدا من النقطة دي. وكمان لو حاجة هتطبع أنا محتاج أعمل لها CMYK. دي حاجات موجودة جوه البرامج، هي بتتعمل أوتوماتيك يعني، بس أنا اللي بختارها الأول. ولو هتحط على السوشيال ميديا بتحتاج تبقى صيغة الملف نفسه RGB. مش عايز أقول تفاصيل تبان إنها صعبة، لكن الموضوع كله بسيط جدا على البرامج الموجودة والمتاحة زي الفوتوشوب، بروكرييت، كل الكلام ده كله. بيبقى الكلام ده موجود جاهز، انا بس بدوس عليه وبختاره. بس مهم انت تبقى عارف انت هتدوس على ايه وتختار ايه لايه. حتى لو انا بعمل الكلام ده ديجيتال، مهم بقى ان انا كمان اخلي الجودة بتاعة الملف مش اقل من 300 DPI او من 350. ده اقل حاجة اقدر، ما ينفعش انزل عنها تماما. من 300 350 لما فوق، اخرك 300. وكمان لو انا مثلا رسمت مانيوال او عملت حاجات، لونت مانيوال او حبرت على ورق وحابب اعمل له سكان، برضو هعمل سكان مش اقل من 300 لما فوق برضو. وكل ما هزود الDPI كل ما هزود الجودة معايا، كل ما هزود حجم الملف. ده ليه؟ بيحافظ على شغلي بعد ما يطبع او بعد ما يتحط على السوشيال ميديا ما يبقاش مبكسل. الدنيا مبكسله، بحس في حاجه مش مظبوطه. فمهم ان انا اخد بالي من ده. ده رقم واحد. رقم اتنين انه بيوفر عليا وقت ومجهود بعد كده. لو المقاسات اعملها في الاول مش مظبوطه بيتوفر عليا وقت بعدين ان انا لو طلعت مش مظبوطه في البدايه او عملت مشكله في المقاسات في البدايه، العميل هيطالبني يقول لي لا انا محتاج اعمل مقاسات مظبوطه، فاضطر اعيد الشغل تاني، او على الاقل هعمل له اديتنج، هعمل له تعديل. فده هضطر ان انا ارسم حاجات زياده، اشيل حاجات زياده. فهيبقى الموضوع مجهد جدا كوقت وجهد. وثانيا كمان انا ما اضمنش لو انا مش هعمل اديتنج دوت ممكن غيري يعمله، الكلاينت نفسه هو يعمله. فممكن جدا يعمل الشغل ممطوط، ممكن يعمله مضغوط، يمكن يعمله يبعجر الدنيا ببعضها ويبوظ الدنيا. فانا مسؤول بشكل اساسي عن شغلي. لازم يطلع شغل مظبوط، يطلع شغله شكله احترافي. التنابلة أو تنابلة الصبيان هم 3 أولاد، زي ما وصفهم الفنان الكبير حجازي الله يرحمه، واللي هو صاحب التصميم الأصلي ليهم. هو أبدعهم وابتكرهم. ظهروا لأول مرة في مجلة سمير سنة 66. أول عدد من سمير كان نزل سنة تقريبا 56. والأستاذ حجازي كان بيرسمهم كنوع من أنواع الدعابة مع الطفل المصري، لأنه هو
كان بيتعامل معاه كصديق وكمواطن صغير، ليه وجهة نظره ومفروض يفهم اللي بيحصل حواليه علشان يكون له رأي، وكمان ويكون إنسان مشارك وفعال. طيب زي ما احنا شايفين قدامنا النص بيجي لنا بالشكل دوت. فهنا مثلا على سبيل المثال هنا بيقول لك تنبول ده شخصية من الشخصيات اللي معانا في القصة. هنا في شرح لشخصية منهم بيقول تنبول متذمر من شغل البيت. بعد كده تنبول بيصرخ بيقول لا أنا تعبت خلاص، كل يوم طبخ وغسيل وكنس ومسح، مش قادر استحمل. بهلول ليه يا تنبول؟ أنا وشمرون بنساعدك، التلاتة متعبون. ده وصف للشخصيات اللي موجودة في القصة. وبعد كده بيحاولوا يحلوا المشكلة وهكذا. احنا من خلال واحنا شغالين بنرسم وبنصمم الشخصيات وبنعمل الخلفيات، هناخد هنشرح كل الكلام ده واحنا شغالين. لو هناخد بالنا واحنا الرسام وهو بيقرا لازم يقرا وهو بيمثل الكلام اللي بيتقال، بحيث ابقى فاهم مشاعرهم وهو بيتكلموا عشان اعرف اترجمها بشكل بصري في القصة بعد كده. تعالوا نبدأ ونشوف نقدر هنفكر في الكلام ده ازاي. اول حاجة في تصميم صفحة الكوميكس احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين مقاسات الصفحة عاملة ازاي. حتى لو هننشر الكوميك دوت على الويب على الانترنت او هننشره مطبوع في مجلة او في كتاب، فنعرف المقاسات عاملة ازاي. والمقاسات بتختلف من مكان للتاني، من مطبوعة للتانية، من كتاب للتاني. لو هيتنشر في ابليكيشن غير لما يتنشر على الانستجرام غير لما يتنشر على فيسبوك. محتاجين جدا نعرف المقاسات بتاعتنا عاملة ازاي. بعد المقاسات انا محتاج احدد مساحة الشغل بتاعتي اللي هشتغل عليها علشان اعرف احدد المساحة بتاعتي وانا شغال، تبقى الدنيا بالنسبة لي واضحة. طيب هنجيب اول كادر. هنا بيتكلم الشخصية بيتكلم بيقول وهو بيتضايق جدا انه متضايق من شغل البيت. انا عادة بفضل جدا وانا بشتغل ان انا ابدأ اول قصة او اول الصفحة بكادر عريض علشان اقدر ابين من خلاله زي افتتاحية للقصة. هنا هناخد تنبول دوت. هو شكله عبارة عن كورة، هو بيصرخ، فمنطقة هياخد وضع صراخ او فزع او وجع او حاجة فيها حالة تعبر عن المشاعر بتاعته. هنا هو ممكن يكون باصص لفوق بيصرخ فاتح بقه على الاخر. هنا كمان بيتكلم ان هو تعب من شغل البيت، تعب من الطبخ والكنس والغسيل، فاحنا ممكن نعمل له في ايده حاجة بتعبر عن الكلام المكتوب دوت. ممكن يكون مثلا ماسك مقشة، ممكن كمان يبقى ماسك جاروف معاها بالشكل دوت. التنابلة دايما لابسين طواقي على دماغهم شكلها مميز جدا، وغالبا بحب جدا اتعامل مع الطاقية ديت انها بتمثل معاهم كمان، يعني هي كمان بتعبر عنها. فلو مثلا في مشهد في خيبة امل مثلا او متضايقين، فالقرون اللي طالعة فوق دي ممكن تكون مايلة، ممكن تكون واقفة، ممكن تكون واخدة وضع يعبر عن التعبير اللي هم بيتكلموا عليه. ايده التانية هنا ممكن ماسك ادوات الطبيخ، ممكن ايده التانية هنا هيت ماسكة كبشة. كبشة دي معروفة اللي هي بتاعت الرز بقى وبتاعت الشوربة، وهو بقى بيصرخ بأعلى صوت. طبعا هنا احنا محتاجين ناخد بالنا من نقطة مساحة البالونة بتاعت الكلام اللي هيبقى فيها الكلام. فأنا هنا محتاج إن أنا أصغر الكادر شوية بالمنظر ده، بحيث أدي مساحة للكلام، أدي مساحة هنا لو هوقف في شخصيات. فمهم جدا اخد بالي من نقطة بالونة الكلام لان هي بتبقى مهمة جدا جدا جدا. هنا مثلا بيتكلم بيقول لا انا تعبت خلاص، كل يوم طبخ وغسيل وكنس ومسح، مش قادر استحمل. فهنا ممكن اقسم الكلام ده كله في شكل بالونتين. هنا مثلا بيقول هنا لا انا تعبت خلاص. هنا ممكن بالونة تانية كل يوم طبخ وغسيل وكنس ومسح. ممكن هنا نزود البالونة دي شوية بسيطة كده اهوت عشان تبقى في مساحة للكلام. وهنا بقى بيصرخ صريخ تاني، مش قادر استحمل. ممكن من بعيد نجيب الشخصيات التانية اللي معاه في نفس القصة. هنا ممكن ناخد البالونة ديت ونحاول نصغرها شوية طالما مقرية
طبعا هتبقى حجمها صغير لان هو في المنظور بعيد خالص، مندهشين من اللي بيقولوا الطاقية بتاعتهم بالمنظر دوت. مهم يبقى فيه دايما حركة، مش الدنيا واقفة والشخصيات متخشبة يعني. هنا واحد فيهم بس اللي بيتكلم، فنحط له الجملة كده. ممكن كمان ناخد كله كده شوية، حاسس ان الدنيا فاضية جدا على اليمين، ممكن ناخدها سيكة كده شوية اهو، نريح الدنيا بدل ما هي ايه الدنيا داخلة في بعضها بالمنظر ده. طيب ده كده أول كادر خلصناه، مراعينا فيه كتلة الشخصية اللي قدامنا في الفور جراوند، والشخصيات اللي ورا في الخلفية ورا تبقى حجمهم صغير عن الشخصيات اللي قدام. حاولنا نعبر عن انفعالات الشخصية اللي بتتكلم بشكل في صريخ، بيعبر عن الكلام اللي بيقوله بتيمات بصرية كده ورسومات هو بيتكلم بيعبر عنها يعني. ونحقق دوت، وخدنا بالنا من شكل الكادر يبقى واسع عريض عشان نعرف نتكلم نحط فيه العناصر بتاعتنا. بعد كده بقى ممكن ان احنا نصغر الكادرات شوية، تبقى عبارة عن كادرات اصغر زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. ثلاثة متعبون ده مش حاجة هتتحط في الكوميكس، ده بس وصف للرسام. الكاتب بيقول له خد بالك الثلاثة دول الشخصيات شكلهم عامل كذا، تعبانين مرتاحين مبسوطين بيجروا بيتنططوا. فده بيكون وصف للرسام ياخد باله هو بيرسم. الكاتب بيرسم له بالكلمات وصف للشخصيات. بعد كده الجملة التانية تنبول اللي هو أول واحد ده بيقول الحقيقة إحنا التلاتة تعبنا وبالذات في الطبخ. التاني بيرد عليه بيقول لازم ناكل 10 أصناف حادق وحلو كل يوم، لا إحنا لازم نكتفي ب5 بس. واضح إن في حالة من الجدل والنقاش كده والحوار ما بينهم بشكل عصبي شوية، أو بيقنعوا بعض بحاجة. فإحنا محتاجين نجيب التلاتة بيتكلموا مع بعض. فأنا محتاج الأول أشوف مقاس الكادر، فممكن جدا آخد مقاس الكادر بالمنظر ده. التلاتة بيتكلموا فيه كده، ممكن يكون حجمه بالمنظر ده، ممكن يكبر عن كده، بس أنا محتاج الأول أرسم جواه المشهد. فهنا في 3 شخصيات بيتكلموا، أنا محتاج أرسم الشخصيات أشوف حجمهم عامل إزاي جوه الكادر. فأنا محتاج طبعا هنا في شخصيات، وفي كمان الكلام اللي بيقولوه. فأنا هنا محتاج أرسم الشخصيات بحجم أصغر شوية. 3 همت، الشخصية التانية بترد عليه، الشخصية التالتة كمان ممكن يكون مثلا بيتكلم بشكل عصبي بيشوح بإيده. مهم جدا يبقى في حركة في الكادر، حتى لو هما ثابتين واقفين في مكانهم، بس على الأقل أغير في شكل المشاعر، شكل الإكسبريشنز بتاعت الوش. الحركة بتاعت جسمهم محتاجة إنها تبقى متغيرة دايما ومختلفة علشان يبقى في دايما في أكشن في الكادر. هنا لو شفنا هنا حسبنا كام كادر أو كام جملة، بالكتير 3. فممكن نجيب شكله مثلا هو كده وهو منفعل جدا او مش مصدق نفسه، اللي هو ازاي ناكل 5 أصناف بس، احنا محتاجين 6 أو 10 أصناف مش 5 بس. هما شرهين جدا في الاكل متنابلة. فاحنا هنا ممكن نعمل اكسبريشن كأنه بيتساءل ازاي حد في الدنيا يستحمل يعيش ياكل 5 أصناف بس مش 10. ممكن هنا نعمل كمان كادر تاني، او ممكن ما نعملش كادر ونرسم في نفس الكادر الشخصية التانية بترد عليه ببالونة الكلام برضو، تبقى ناخد بالنا انها مساحتها تبقى مناسبة للكلام اللي هيتكتب فيها. فاحنا ممكن هنا نعمل تاني نقسم كادر. في رأيي ان هو هنا مش محتاجين ناخد المساحة دي كلها، ممكن جدا ناخد مساحة قد كده اهوت ونحط فيها الشخصيات وهم بيتكلموا. ممكن المرة دي نجيبهم بشكل كامل. لو هرسم الشخصية كاملة أنا محتاج أبين خط الأرض واقفين فين. طبعا كل اللي أنا بعمله دوت سكتش مبدئي علشان أقدر بعد كده في مرحلة إن أنا أحبره أو أقفله أو أعمله فاينل لوك يكون شكله ألطف بعد كده. فدي كلها خطوط استرشادية لما بعد ذلك أقدر أتعامل معاها بشكل أكتر يعني بشكل أفضل. فهنا بقول نجيب حد يساعدنا. تاني حاجة بيقول له هنا تاني بيقول له مستحيل هياكل نص الأكل. والتالت هنا بيفكر في فكرة. فإحنا محتاجين نعبر عن المشاعر دي كلها بشكل أفضل. فهنا ده بيقول له يمكن نصغره شوية عشان إخواته يبقوا واقفين معاه بيتكلموا، مبقاش واخد الكادر كله لوحده. خط الأرض دوت هنا واقف وهو بيصرخ أو بيزعلان، ممكن حاطط إيده في جيبه كده أو حاطط إيده في جنبه. بعد كده التالت هنا بيقول أنا جات لي فكرة. لازم يبقى في
تعبير أو انفعال كده اللي هو فعلا جات له فكرة، مش واقف مبوز أو واقف بيعمل حاجة ما بتعبرش عن الانفعال ده. فأنا هاخد الشخصية الأخيرة ديت، أعمل كده وبيبص باندهاش كده، وهنا هيبقى مبسوط وجات له فكرة بقى. وقرون طيب تقف كده من الدهشة أو من الاكتشاف اللي هو هيكتشفه. ممكن كمان نخلي إيده التانية تبقى مرفوعة هي الأخرى، اشمعنى أختها التانية. حاسس إن إيده شوية طويلة حبتين من هنا، محتاجة تقصر شوية من هنا. وده بيتكلم وده بيرد. ممكن هنا نجيب له بالون الكلام جاية من حد من اخواته، وهو بيقول له بس انا عندي فكرة لازم نزور زيكو. فالتاني يقول له زيكو؟ مين زيكو ده؟ هنعرف مع بعض مين زيكو. بالمناسبة مغامرات التنابلة لما بدأ الأستاذ حجازي يرسمها ما كانش النية إنها تبقى شخصيات مستمرة أو شخصيات ثابتة. بالعكس هو كان رسمها أول قصة من باب إن هي تبقى قصة واحدة، لكن النجاح الكبير اللي حصل القصة ديت شجعه إن هو يكتب ويستمر في الكتابة لنفس الشخصيات، وعمل إنتاج غزير جدا جدا من مغامرات التنابلة على مدى سنين وسنين. ممكن يبقى فيه بالونة صغيرة جدا للكلام هنا تحت، هنا مكتوب فيها مين زيكو. بعد كده هناخد رحلة بقى، ننطلق بره بقى البيت اللي هم فيه أو بره المكان اللي هم فيه، ونروح نشوف مين هو زيكو ده. فنعمل كادر بالمنظر ده، وناخد بالنا من برضو مقاسات أو المسافات ما بين كل كادر والتاني، ميبقاش الحاجات ملزقة في بعض قوي أو بعيدة عن بعض جدا، محتاج ناخدها بشكل فيه سنس كده شوية. ممكن يبقى في بينهم سنتي، نص سنتي، يعني على حسب ما انت عينك كده هتلاحظ الفرق ما بين الكادرات. بعد كده هما هنا هيروحوا بقى لزيكو دوت. هنا بقى الكاتب كاتب بيقول وفي بيت زيكو، فانا هنا خلاص انا كده فهمت، انا خرجت من مكان ودخلت في مكان تاني خالص. كان زيكو مشغولا باختراع جديد، فزيكو بيفكر بوتاجاز. ناخد أول حاجة في بيت زيكو هنا، الخلفية أو الخلفية الجديدة أو المكان الجديد اللي احنا هننتقل ليه حاليا دلوقتي. زيكو ده شخصية عبارة عن عالم أو شاب كده أو طفل مخترع وعبقري بيعمل اختراعات، مشغول باختراع جديد. طيب هو هنا زيكو قاعد في البيت بتاعه وقاعد في المعمل، واضح انه مشغول بيعمل حاجة. فاحنا هنا محتاجين ان احنا نجيب جوه البيت بتاع زيكو. ممكن نجيبه بالمنظر دوت ورا ظهره وهو لابس نظارة، وهو هنا ماسك، ممكن يكون ماسك مفتاح أي حاجة بس تبين إن هو بيشتغل أو بيعمل اختراع أو بيربط حاجة أو بيفك حاجة. بعد كده هنا هنجيب خط الأرض زي ما قلنا، مهم جدا نحدده. ممكن هنا نجيب قدامه الاختراع اللي هو شغال فيه، ممكن يكون أي مثلا روبوت أو بيعمل حاجة في سلوك طالعة مثلا منه. محتاجين نجيبه كده ورا شوية عشان يوسع المكان للتنابلة وهما جايين. أول حاجة نحجز مكان الكلام بتاع زيكو دوت وهو بيتكلم، ونودي السهم ناحيته. خلاص حددنا المكان، اوكي. هنا بقى هنجيب التنابلة هما داخلين عليه، هما التلاتة جايين من بعيد. فزيكو كده احنا خلصنا أول صفحة بشكل سكتش. كده خلصنا أول مرحلتين من مراحل رسم الكوميكس، وهم أهمية مقاسات الشغل وإحنا شغالين. اتكلمنا كمان عن إزاي نقرا السيناريو وإزاي نفكر فيه والسكتش. في الفيديو الجاي هنتكلم عن مرحلتين مهمين جدا جدا في رسم الكوميكس، وهما التحبير والتلوين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وترنوا الجرس عشان تعرفوا مواعيد الفيديوهات الجاية وتشوفوها أول ما تنزل. سلام.